السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا الطاجين ديال الدجاج بالشيفرون مقلي في البيض. طاجين اللي ساهل، اللي كيوجد دغيا وكيجي لذيذ. هنا عندنا في الطاجين كنديروا شويه ديال الزيت، كنديروا كميه دجاج على حسب افراد العائله. كنديروا فيه شويه ديال الزيت، الملحه، كنزيدوا هنايا معلقه صغيره ديال السكنجبير ومعلقه صغيره ديال الخرقوم. وهنا كنعاودو نزيدو نقطعو بصله، كندير 2 بصيلات صغار. انا هنا كانت عندي بصله بيضاء وبصله حمراء، بصله بيضاء وبصله حمراء. هنا من بعد ما قطعنا البصله كنزيدو شويه ديال القزبر، شويه القزبر وشويه المعدنوس يكونوا مخلطين. كنديروا التوابل كامله ومن بعد كنردوه كيتشحر باش كيتشرب لينا الدجاج الشرموله. وهنا كنديروا واحد 4 ديال الفصوص ديال الثوم و4 كاس باش ما تحرقش لنا ديك العطريه. كنديروا 4 كاس ديال الماء فين يتقلى، حيتاش هنا ما درناش الماء يتحرق لنا دوك التوابل ويعطيو مذاق خايف في الطاجين. ضروري نديروا داك 4 كاس ديال الماء ونخليوه يتشحر مزيان. صافي هنا انا بدا الطاجين كيتقلى، بقيت كنقلب في الدجاج باش يدخلوا مع التوابل من جميع الجوانب. صافي من بعد نغطيو عليه ونخليوه يتقلى لنا مزيان، عاد نرجعو نديرو فيه المريقه فاش غادي يطيب. هنا الدجاج ديالي تشحر، صافي غنعاود نقلبو على الجهه الاخرى ونخليه يزيد يتقلى واحد شويه، ومن بعد نزيد فيه مريقه ونخليه يطيب. صافي غنخليه يزيد يتقلى شويه. هنايا عندنا الشيفرون الكميه اللي بغيتو على حسب نتوما وشحال على حسب الكميه نتوما اللي خاصكم. هنا الشيفرون كنقطعو بحال هكا كي وريتكم هنايا، تيجي بحال الوريضه باش ويكون شويه كبير باش يبقى شاد راسو ما يتفرتش لنا في السليق. هنا كنزيد نديرو فيه الكميه ديال الماء اللي 1 لتر ديال الماء تقريبا، وهنايا واحد المعلقه ديال الملحه باش ما يطيبش لنا باسل. نرجعو هنايا نزيدو مريقه في الطاجين. صافي هاد المريقه هي فاش غادي يطيب لينا الدجاج. 2 كيسان ديال الماء. هنا الشفرول ديالنا هو بدات كطلع مع الغليه، ملي يبدا يطيب غير يطيب غير واحد شويه ونحيدوه هو دغيا كيتسلق. هنا عندنا البيض، غنديروا 2 بيضات على حسب البيض، على حسب الكميه اللي عندنا ديال الشفرول. عندنا كميه كبيره غنديروا البيض كتير، عندنا كميه قليله. المهم حنا عينينا ميزاننا، حنا كنقليو وحنا كنشوفوا البيض الا نقص غنزيدوه. نديروا فيه شويه ديال المليحه ونخلطوه نطربوه مزيان، ونبقاو ندوزو فيه الشفرول. وهنا قبل كتكون عندنا الزيت مسخنه مزيان، تكون عندنا الزيت سخونه باش غير ندوزوه في البيض ونحطوه في الزيت نيشان يتقلى لنا البيض، ما يشربش لنا الشفرول الزيت. هنا انا كندوز في البيض وكنحط في المقله، كندوز في البيض وكنحط في الزيت. صافي هنا الشفرول بدا كيتقلى، غنخليوه حتى يشد راسو مزيان ويتحمر لينا من الجهه اللي حطينا عليها. عاد نقلبوه، ما نبقاوش نقلبوه بزاف باش ما يتفرتش لنا في المقله. نخليوه يشد راسو ويتحمر، عاد ديك الساعه نعاودو نقلبوه. هنا الشيفرول وجد، قلبناه على جميع الجوانب حتى تحمر مزيان. دغيا كيتحمر، ما كياخذش الوقت بزاف، حيت البيض اللي بيتحمر دغيا كيتحمر، كياخذش لنا الوقت بزاف نديرو بالنا معاه. صافي هنا الشيفرول ديالي وجد. هنا بديت كنحطو في الطبسيل، ما كيجيش شارب الزيت نهائيا، تيجي فيه واحد المذاق زوين. صافي غنبقى هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي.
باش ندوزو دابا ان شاء الله نستفو في الطاجين. صافي هنا طفيت على الدجاج، خليت فيه المريقه اللي انا محتاجه، وبديت كنستف الشيفرول فوق داك الدجاج. هنا كنكونوا طفين على الطاجين صافي باش نستفو عندنا كلشي طيب، نستفو غير الشيفرول وصافي. واللي كيبغي الزيتون يزيد الزيتون. صافي هكا كيكون الطاجين ديالنا وجد وبالصحه والراحه.